واحد منهم قال بصوت مبحوح: يا ساتر يا رب. قدامهم كانت مراته مرمية على الأرض، وشها كان شاحب جدا وعينيها مفتوحة بس مفيش نفس، ميتة تماما. حواليها شموع مطفية ورسومات وطلاسم غريبة على الحيطة، شكلها مش مفهوم. طلاسم، رموز، محدش قدر يفسرها. وجوزها كان واقف مرعوب مش قادر يتكلم، بيقول بصوت مرعوش: أنا كنت نايم، صحيت على صوت همس، حد بيهمس في وداني، وبعدها بثواني سمعت الصرخة. الناس بصت لبعض ومحدش قادر يصدق مين دخل البيت ولا ازاي ماتت من غير ما حد يلمسها، خصوصا انهم ملقوش اي كسر في الباب ولا في الشبابيك. الشرطة وصلت وبدأ التحقيق، فتشوا المكان كله، مفيش آثار أقدام غير أثرهم، مفيش أي علامة على اقتحام ولا سرقة ولا خنق ولا طعن. الطب الشرعي قال الوفاة طبيعية، لكن مفيش سبب واضح، لا تسمم ولا أزمة قلبية ولا حاجة. يعني ببساطة اتوقفت عن التنفس فجأة. لكن اللي زود الغموض إن كل الصور اللي في البيت كان فيها ظل غريب، ظل شبه إنسان بس ملوش ملامح، وكأن في كيان تاني كان موجود في اللحظة دي. وبعد الجنازة بدأت الإشاعات تنتشر في القرية. ناس قالت إن الست دي كانت بتحاول تعمل جلسة تحضير أرواح لوحدها، وإنها جابت كتاب سحر من السوق السوداء، وكان في طلاسم ممنوعة، وقالت إنها كانت عايزة تعرف مصيرها أو تكلم روح أمها اللي ماتت